احنا من صباحيه ربنا بنلف في الشوارع ومحدش عبرنا. ما انا قلت لك مستحيل حد يطلب الابلكيشن بمنظرك الزفت ده. منظري ده؟ انت تغلط ولا ايه يا عدو؟ ما اقصدش يا عم والله، اقصد يعني انك لابس خوذه، ودي حاجه غريبه جدا بصراحه. اكيد الناس هتخاف تخطفهم تقتلهم، والموضوع ده بقى منتشر قوي اليومين دول. وليه ما تقولش يا اخويا ان وشك كله وحش عليا على الابلكيشن بتاعي؟ جرب انت بس تنزل وشوف حظ الراجل المقنع ده عامل ازاي. والله ما اسيب لك العربيه لو اتقلبت قرد مش مقنع، ايه راكب فيها ورثه. انت مش متخيل يعني ايه انك تبعت الابلكيشن يوصلك، فتلاقي السواق بطل خارق بيقدر يحميك من اي حاجه ممكن تحصل لك اثناء الرحله، وفوق كل ده بيوصلك لاي مكان بمنتهى الاريحيه. وغير كده شخص مميز معروف مستحيل انه يقتل او يغتصب او يكذب. الابلكيشن اسمه اوبر مان، زي سوبر مان. مع اوبر مان هتوصل بامان. انا غلطان اني سمعت كلام واحد متخلف زيك. اقسم بالله الابلكيشن ده لو مشي زي ما انا مخطط له مش هنلاقيها على الفلوس ولا على الشغل، وشويه شويه ناخد الثقه ونعمل ابلكيشن اوبر مان كيدز، يبقى نجاح وفلوس اندهاش وبس. بس الابلكيشن يشتغل بس، وتيجي اول رحله لما نشوف اخرتها. يا عم اتقل شويه، هي اي حاجه جديده لازم تاخد وقتها، وبعدين الابلكيشن ده ما كملناش فيه غير يوم واحد، وطول ما انت مصدر لي الطاقه السلبيه الزفت دي لا هيبقى فيها اول رحله ولا حتى اخر رحله. طول ما انت لابس اللي انت لابسه ده محدش هيطلبك اصلا. طب انت عاوز ايه يا عدو؟ ها؟ عاوزنا نرجع نقف في الشارع تاني وكل يوم ندور على شغلانه جديده؟ ما احنا جربنا واستغلنا كل حاجه وما استحملناش. انا هستحمل واتعب، انا شفت اللي محدش شافه. ما انا ظهري شاف اللي محدش شافه. ما هو الجلد اللي مش جلدك جره على الشوك. ببطل شغل خالتي بقى والامثال الشعبيه الغريبه دي. يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب.